أهلا وسهلا بكم في قناة قصص وروايات مغربية. مرحبا بكم في قصة جديدة على القناة. لنبدأ على بركة الله وحفظه. حسنا وفيت بزاف. اش هاد المرض؟ خدمة كثيرة، تقهرت بزاف، شي يخدم وشي ينعس. سناء جمعي فمك، راه الحيوط عندهم ودنين وزيدون التيسع احسن. حسنا هذا راه ظلم، والفرزيات بنادم يخدم ساعات قليلة في النهار، وواحد النهار وما طل كيضرب التمارة حتى كيتقسم ظهرنا. سناء هذيك راها مسنودة على الجهة الثقيلة، ما كتشوفيش الشاف كيفاش كيتعامل معاها دون كاع الخدامات الاخرين، ولا كاع ما كيقاربوش ليها. حسنا وعلاش هاد الشي كامل؟ ياك خدامة بحالنا بحالها وحنا قدام منها، ياك 4 سنين وشوية هادي باش جات. من نهار جات يلاه كتخدم غير ملي كيكون مول شي ومراسو وولادو هنا، اما ملي ما كيكونوش كتولي فراحه ما كتخرجش من بيتها. سناء شوفي، الله يرحم لك الوالدين، ما قادرينش على مشاكل. راك شفتيها من نهار جات عمرها ما هضرت مع شي حد، وكل شي عطيها التقار. حتى اللي حاول يقرب منها ولا شي قارد حاول يتحرش بها كيطردوه. راكي شفتي حميد، ياك حاولي تقرب منها وفي الاخر راه في الزنقه، ولا كل شي كيدير منها اتونسيون وكل شي عطيها تيساق. ياك حتى من ماكلتها عازلاها بوحدها. حسنا ولكن علاش النهار كيكون مول شي ولادو كيحضروها وكيوقفوها معانا في الغرفه الرئيسيه ديال الماكله؟ سناء علمي علمك، المهم بنت الناس اللي بغيتي تبقاي محافظه على خدمتك عطيها التقار. مهما كان راه ما عمرها ظلمت شي واحد ولا جبدت شي واحد، والخدمه اللي كتوكل ليها راه كديرها. وقفات في الشومبر ديالها قدام المرايه كبيره، شاده من الارض حتى للسقف والحديد في الوسط، كتشد بيها باش كتمارس التمارين ديالها. بقات كتطلع وتهبط وتحسب بالحركات ديالها، والموسيقى عاطيه وكتسمع هاديه. بقات كتدرب حتى داز الساعه، حبسات ودخلت دوشات، وهي كل صباح كتحمد الله على هاد الشومبر اللي عطاها، واللي جات مخبيه وبعيده على القصر ومجهزه بدوش ومرايه وحديده باش تقدر تخدم على الجسم ديالها ورجليها. كملت الدوش وخرجات، بدلات ولبسات حوايج ديال الخدامه وخرجات. هاد المره كاينه غير بنت مول الشي، وخاص كل شي يكون واقف على راسها حتى تكمل. عاد تفرق الجوقة بحال رئيس الوزراء. انطلقت لخدمتها وهي ما كتشوف حتى واحد، حيت عارفة باللي كلشي الخدامات وليغارد ما كيحملوهاش، حيت عدد الساعات الخدمة ديالها قلال عليهم هما. وصلت فين كاينين الخدامات، وقفت بطريقة راقية ورفعت راسها، وهي عارفة الهدرة اللي غادي تقال عليها من بعد. في الكوزينة حفظات هاد النويطة مزيان، هالمسكبرة المتنفخة جات واللي شايفة راسها وهي خدامة بحالنا بحالها. ما عرفناش علاش نافخه ريشه، كون غير عندها نقولوا علاش. ياه المظاهر شحال خداعه، ديما بنادم كيشوف غير الوجهه ولكن عمره ما كيشوف الداخل ديال الانسان. ديما لساننا كيقودنا الكلام والهضره كضر الاخر بلا ما نحسو به. كملوا البروتوكول ديال الوقوف. كملات بنت مولشي وتحركات، وهما بداو كيجمعوا في الطبله وفرقوا الجوقه كيف العاده. غير كملات خدمتها، تحركات ومشات للشومبر ديالها، بدلات حوايجها وخرجات، مشات لعند الشيفور واللي حتى هو ما زادش معاها في الهضره، ركبات وزاد بها. وهذا الشيء كله من رئيس الخدم، اي حاجه طلباتها تكون تحت الامر ديالها. هذا هو القرار، وحتى واحد ما عنده الحق يعارضه. علاش وكيفاش الله اعلم. تحرك بها، حطها في البلاصه اللي بغات وتحرك. وقف في واحد القنت، شدات بتي طاكسي قدام اعين الشيفور وزات حتى وصلت للوجهه ديالها. وصلت وطلعت العنوان اللي بغات، دخلات وجلسات كتسنى نوبتها حتى جات. غير دخلات مشات جلسات في البايات، صباتها جا عندها الطبيب، بقى كيقلبهم وكيبرك عليهم حتى كمل وسالا ومشى للبيرو ديالو. الطبيب: شوفي يا بنتي نور الهدى، هادشي ما بقاش خدام لك، خاصك تحبسي. نور الهدى: ما نقدرش. الطبيب: غادي تزحفي، رجليك ضعاف بزاف وخصوصا العظام، عندك ماشي صحاح. نور الهدى: قل لي اي حاجه الا نحبس، ماشي وصلت حتى لهاد المرحله وبغيتيني نحبس. الطبيب: بنتي راه حتى العمليات ما غاديش ينفعوك، سمعي مني وحبسي هادشي، غادي يخرج عليك هادشي اللي بقالك في حياتك. عرفتي شنو هي تزحفي؟ راه ماشي سهله. نور الهدى: كتب لي الدواء. طيب
راه ما كاينش مسهل منه، ولكن ما غاديش ينفعك ومكملها ما كتاكليش، كون غير كتاكلي باش تساندي راسك شويه. نور الهدى غير صبر، ما بقى قدام ما فات، بقات غير 6 ديال الشهور وكل شيء غادي يكون هو هذاك. الطبيب اش غادي نقول لك بنتي، اللي كنعرف طلعتي كتشبهي لامك، تكيسي على راسك وقما احتاجيتيني غادي تلقيني هنا. نور الهدى ان شاء الله الله يهنيك. خرجت من عنده وهي كتفكر في هدرته، ولكن ما غاديش تحبطها، غادي دير داكشي اللي في بالها. واخا تعرف ماشي غير تزحف، واخا تعرف تموت. وصلها الشيفور، غير دخلت عيط ليها رئيس الخاتم وطلب منها تكون في المناوبه الليليه مع حسنه، حيت سناء غادي تكون في الليل، خدات النهار باش تمشي تبات مع امها حيت باها مسافر. مشات للشومبر، لبست حوايجها وخرجت كتخدم خدمتها وهي رجليها كيضروها، ولكن ما تسوقاتش. بدات بالغرف هما الاولين ومشات كتنظف فيهم، وحسنه شدت الجهه الاخرى من الغرف باش يتلاقاو في النص. دخل معصب ومنرفز، ما عارفش مالو، كله سخون وعرقان، وعارف راسو باللي داروها به صحابو عاوتاني. بقى كيسب ويعاير وهو بلا والو هايش. فين ما يرجع من امريكا المغرب، هذا هو الاستقبال ديال صحابو ليه، يشربوه الشراب ويديروا ليه فيه الفياغرا. طلع لبيتو، سد الباب، دوش بالماء البارد، ساعة ما قضى فيه والو. بقى كيمشي ويجي في البيت بحال شي سبع. هادي تاني مرة داروها بيه. راسو غادي يتشتت عليه حيت الدم عنده سخن وطلع ليه الراس. عيط للخادمة ديال الغرف، جابت له الخادمة اسبيرين وكاس ديال الماء. قطع وعيط الرئيس ديال الخدم، طلب منه يصيفط له شي وحده يقضي بها الليل ويخفف على راسو هاد المصيبه. بقى كيمشي ويجي وهو باغي يطرطق. حسنا هزات الصينيه وغاديه تشوفو، حيت مولفه كتشوفو غير في التلفازه، اما دابا غادي تشوفو مباشره، حيت بالزهر فين ما كيجي كتكون كونجي. بقات هازه الصينيه حتى تلاقات مع رئيسة الخدم الثانيه. طلعت فيها وسولاتها رئيسة الخدم فين غادية بهاد الصينية. حسنا مسيو حسام طلب اسبيرين. رئيسة الخدم، وبهاد الحالة غادي تطلعي عنده؟ بهاد الحالة كلك مغبرة، فين كنتي؟ حسنا كنت في واحد الشومبر مسدودة، شحال هادي ما تحلات. رئيسة الخدم، رجعي. رجعت وهي معصبة باغا تبكي حيت حرمت عليها تشوف. تتلاقاو مع نور الهدى جاية من الجهة الأخرى حتى وقفتها رئيسة الخدم. رئيسة الخدم، مادموزيل نور الهدى، اش كان عندك؟ رئيسة الخدم الوحيدة اللي كتهضر معاها بشكل رسمي هي نور الهدى. كملت الجناح الشرقي ونازله لتحت نكمل الخدمة اللي بقات. رئيسة الخدم، اوكي ممكن طلب؟ نور الهدى، وي مدام. رئيسة الخدم، دي لي هاد الصينية للبيت ديال مسيو حسام. نور الهدى، اوكي. خدات الصينية وشدات الطريق للشومبر ديالو وهي كتذكر وجهه في المرات القليلة اللي كان كيجي فيها للمغرب يشوف باه وامه ويرجع للولايات، حيت تما حياته وتما عايش. دقات ودخلات بلا ما تشوف فيه. مشات للكوافوز وحطات الصينيه حتى كتهز راسها وكتلقى الباب كيتسد وشي واحد كيتحاك معاها. دارت لقاتو جرها ولصقها مع الحيط وخشى وجهه في عنقها وهي عاطيها بالظهر وكلها كترعد ولسانها تعقد من الخلعه. داكشي اللي بداتو هاديك غادي يكملوا هذا ما طالعه. قطعت النفس وهي كتشوف فيه كيفاش كيغتصبها بدم بارب. عرفاتو باللي ماشي في الوعي ديالو غير من الريحه ديال الشراب اللي عاطيه منه، وعينيه حمرين. بقات كتفكر وهي كلها مرفوعه وهو كيكرز فيها. اش معنى لحياتها اصلا؟ هي تولدت لهدف معين، اش بقى 6 شهور؟ علاش غادي تغوت على ود الشرف؟ حتى يكون عندها دماغ باش تفكر عاد تغوت، حتى تكون عندها شخصيه باش تهضر وترفض عاد تغوت. مادام ما عندها حتى حاجه من هادشي فما عندها حتى معنى تغوت. اوف اوف، غير خليه يدير ما بغى. يلا فيا النعاس، بغيت النعاس حسن ليا. يلا يكمل على خاطرو، ما فيا ما نصفر معاه على حاجه ما كتسواش. غيبات وخلات وهو طاير وعايش في عالمه كيلبي الشهوه ديالو. حتى طلع الفجر عاد نعس وهو رامي عليها يد ورجل. مولفه كتفيق بكري، ضرباتها الفيقه، حيدت عليها ليزار، لبسات حوايج ديال الخدامه، قضات شعرها بكل بروده اعصاب، لبسات صباطها وشربات ديك اسبيرين وحسبات الدروج. مشات للشومبر ديالها، دوشات ولبسات لبسه ديالها. تلقات سيمون فينيا اللي غادي تخدم عليها وانطلقت لعالمها.
حتى نص النهار ضرباتو الفيقة راسو غادي يتشتت عليه وكله مسخسخ بحال الا كان كيحفر وفعلا راه كان كيحفر فيها. جرى عليه اليسار حيت كان مدرق به، رماه الارض ونط تحرك للدوس. جلس فيه شي ساعة حتى صحصح مزيان، خرج وهو كيفكر شنو وقع البارح. حتى طاحت عينو على الفراش اللي لقاه عامر بالدم، وبحال الا صرفقتيه مشى جلس في الكنابي وبقى كيفكر شكون هاد مزغوبة الايام اللي خرج عليها. تعصب وحلف على صحابو كاملين حتى غادي يخربها معاهم. الضحك ديالهم زاد على حدو وخرج على البنت ما عندها حتى شي ذنب. عيط الرئيس الخدم وراه شنو وقع وطلبو يعرف شكون الخادمه اللي جات عنده البارح وعلاش تعطل في طلب البنت اللي طلب. رئيس الخدم راه صيفطها لك، وملي وصلت لقات عندك بنت وحده اخرى وخلصتها ومشات. حسام بغيتك تجيب لي هاد البنت اللي وقع معاها هاد الشي البارح، نشوف حل هاد المصيبه. فين كان عقلك يا صاحبي؟ ملي تشوفني سكران ما تبقاش صيفط ليا الخادمات. رئيس الخدم صافي هنا غادي نسكلف، راه كنت في مهمه رسميه خارج البيت مع الوليد ديالك. حسام ما كيهمنيش، خبرهم من نهار نكون سكران يصيفطوا ليا الراجل اللي يخدمني. دابا اش جاب ما يفكني من هاد الوحله؟ ما عرفتش واش تقبل الفلوس ولا لا. رئيس الخدم تقبل. حسام جيبها للبيرو خلينا نحلو هذا المشكل. رئيس الخدم اوكي مسيو حسام، غادي نصيفط ليها تجي. تحركات بلباسها الرسمي حتى وصلت، غير دخلت وقفات شافتو حضرات راسها، اما هو ضربو الضو. كيفاش قدر يتعدى على بنت بحال الورد؟ حسام تفضلي جلسي. حركت راسها وجلست بطريقة آنيقة، ولكن عينيها ما هزاتهمش. حسام اللي نطولوه نقصروه شحال بغيتي باش تقدمي الاستقالة ديالك وتمشي في حالك. نور الهدى هزات راسها بالعرض الباطئ وشافت فيه. شوف في الشكل اصلا ما خسرت والو، اما نمشي في حالي فما بقى قد ما فات 6 شهور ونمشي غير ارتاح. حسام كيفاش ما خسرتي والو؟ يعني شرفك ما كيسوى عندك والو؟ نور الهدى ضحكات. الا كنتي خايف نتبعك ونشد فيك باش تزوجني ولا نشوهك في الصحافه العالميه، غير نعس على جنب الراحه، اعتبرها كادو من عندي. حسام كيفاش؟ شوفي بلا ما تبقاي تخربقي عليا، هالشي قدامك عمري بالمبلغ اللي يناسبك، اكثر من هكا ما عندي ما نعطيك. نور الهدى داكشي اللي بغيت ما عندكش اصلا، وداكشي اللي باغي تعطيني فما غادي ينفعني في والو. عندك رئيس الخدم يكفي يكون ليك ضمانة من جهتي، وقفات وخلاتو بلاكا ما فهم والو كيفاش قضيتها. دار عنده حسام جيب لي الملف ديالها كله. رئيس الخدم مسيو حسام غير خوي راسك منها، ما غاديش تتابعك بوالو، غير تهنى وارتاح. ما جا حسام يهدر حتى لقى باه داخل مع البيرو، تما تصد الموضوع وما بقاوش هضروا فيه. وحسام مازال داخلين التناوي كيفاش بنت مغربيه خسرت شرفها وفي الاخر عندها زايد ناقص. كون ما داسش عليه هاد القضيه من قبل واضطر يتزوجها ويعطيها مبلغ كبير ديال الفلوس ويطلقها ويقول باللي ممكن، ولكن مع هذه القضيه فيها ان تحرك ومشى شد الطريق. ولكن هاد المره لعند صحابو حالف حتى يفرشخهم، حيت البنت اللي ضيعها دارت ليه العصا في الرويضه وخلاتو حاصل، حيت مستحيل يخلي القضيه دوز غير هكاك. رجعت للشومبر ديالها وجهها احمر ولكن جامد، كتسولو على الدموع. نور الهدى ما بقاتش كتبكي ودعات دموعها فاش كان عمرها 5 سنين. رجعت للشومبر لبسات لبستها وبدات التدريبات ديالها حتى جا وقت العشاء. طلبوها توقف ديال البروتوكول، وقفات اونفاس معاه ملي بدا كيتعشى. يلا هز عينو لقاها واقفه مع الخدم وحلات ليه، ولكن هي ما كانتش كتشوف فيه، هي كانت كتشوف واحد اللوحة من مور ظهرو. ديما كانت فين ما تمسح داك القنت كانت كتشوف ديك الصورة ديال جوج رجال ومرا وسط منهم. بقات كتشوف في الصورة وهو كيشوف فيها حتى تعصب، حيت ما رمشاتش ما تحركاتش بحال شي تمثال جامد وما شاتش فيه، عكس الخادمات الاخرين اللي كلهم حاضين بدا معاه. في الطلبات ديالو وهو ما موالفاش غير باش يشوف الرد الفعل ديالها، ولكن حرام واش حركات ولا تزعزعات ولا
حتى راه مشات وهكا عدتها في البروتوكول. في البروتوكول ديال الماكله ما عندها حتى معنى تجري تخدم اشخاص اللي جالسين في الطبله وكاين 20 خدامه اخرى. حتى رئيس الخدم عمرو ما نهارها ولا قال ليها شي كلمه. كمل سالا وحط داكشي معصب وطلع البيت وكيفكر واش هادي شي لعبه كديرها باش طيحو. بقى كيفكر بحكم التجربه ديالو في الولايات. حيت هو نجم الباسكتبول في اقوى فرق اي بي ان اكشن في الولايات كلاعب كرة سلة معروف، فهو كان متبوع من البنات والمعجبات، وكانت كل وحدة كتحاول تطيحو بأي طريقة لدرجة كيديروا شي قوالب كيصدموك بيه. بقى كيفكر وقرر يزير رئيس الخدم باش يعطيها رزقها وتمشي. عيط ليه عطاه شيك وخبروه 24 ساعة ما تبقاش تمشي بحالها وتمضي على عقد عدم التعرض او المتابعة. تحرك رئيس الخدم باش ينفذ داكشي اللي تطلب منه. فؤاد وسلمى اب وام حسام. فؤاد يمكن جا الوقت اللي خاصنا نمشيو للولايات. سلمى وي ضروري جا الوقت. شحال من عام داز؟ دابا 20 عام. فؤاد 20 عام وحتى عام ما فوتناه. سلمى اوف حتى عام ما فوتناه. ما نقدرش ننسى حتى حاجه من داكشي اللي داز. فؤاد هاد المره غادي نطلعو معانا حتى حسام. سلمى خاصنا نبداو نوجدو. امدرا فين وصلتي في المهمه ديالك؟ فؤاد نجحات. سلمى ويلي علاش ما قلتيهاش ليا؟ فؤاد يلا حيتيها ليا من طرف لساني. حسام علاش كتهضروا بونجور؟ سلمى وفؤاد بونجور. سلمى غير على المشيه ديال الولايات. حسام غتمشيو هاد العام؟ فؤاد وي ضروري ولكن هاد المره غادي نمشيو شويه بكري. حسام علاش؟ سلمى عندنا شي شغل خاصنا نقضيوه. حسام ديالاش هاد الشغل؟ فؤاد حسابات قدام خاصهم يتصفاو. حسام بحال الا فهم باللي ما بغاوش يهضروا، قلب الموضوع وبقاو كيهضروا عادي. دازت ايام وجدوا مسائلهم وانطلقوا للولايات مجموعين، وحتى من ولادهم الاخرين مشاو، وهاد المره بدعوه اجباريه من كل من امهم وباهم. دازت 5 شهور وقفات في بيت النعاس ديالها وهي كلها معصبه ومنرفزه ومتوتره، حيت نهار الموعود جا كلها كترعد ومخلوعه، حيت اللحظه اللي فنات عمرها 20 عام هادي جات. ما بقى كيفصلها عليها والو غير ساعات بسيطة. لبست اللبسة ديالها الأولى، حيت هاد اللبسة غتكون غير الرقصة الافتتاحية. قدات مكياجها كله وصيبت مشيطة لشعرها وهي كلها مزيرة. دق الباب، تقدمت حلاتو، وقف قدامها بحلة أنيقة، مد يديه شدتها وسدت الباب. تقدم باس ليها جبتها ونطق. رئيس الخدم واجدة؟ نور الهدى اوف واجدة. كانوا جالسين في الصالة كاملين، فؤاد وسلمى وحسام ومعاهم حتى ريم وهند ومراد. حسام وقت الحفل باقي ليه بزاف، نمشيو نتعشاو عاد نتحركو. سلمى بتوتر وعصبية، لا ما غاديش نتعشاو، وبغيتو تتعشاو سيرو نتوما تتعشاو. هند والله يهديك ماما، وانتي كل عام كتحضري الحفل، ماشي اول مره اللي يشوف كيقول انتي اللي غادي ترقصي. فؤاد تفرقي معاها هاد المره غير المرات اللي فاتوا. حسام علاش هاد المره غير المرات اللي فاتوا؟ اشنو واقع؟ لاش انتي والوالد ماشي على برجكم؟ كل عام كتحضروا للحفل وانتم ناشطين وما مولفاش تفرضوا علينا نحضروا، وهاد العام فرضتوا علينا نحضروا. فؤاد حس هذا اخر عام غادي نحضروا ليه انا وامكم، وداك الشي علاش بغيناكم تكونوا معانا. تقدمت هي ورئيس الخدم مع ممرات القصر حتى خرجت في صالة كبيرة فين جالسين. غير وصلت عندهم هزوا عينيهم فيها وهما مصدومين. اما حسام كان عاطي بظهره، بحلق فيهم ودور وجهه وتصدم كتر منهم وهو كيفكر هادي كيفاش جات للولايات. طلع راسو فيها وفي لبسها وهي كلها لابسه كسيوه في البيض وكلها منبته بحال شي ملكه جنيه خرجت من الاساطير القديمه. غير وصلت وقفات وكلها بارده ومزنكه. ديك الساعه تلقات من رئيس الخدم وتقدمات، رفعت رجليها ووقفات على صباحها وقدمت تحية لسلمى وفؤاد اللي كانوا كيشوفوا فيها بافتخار وكيشوفوا كيفاش كبرات وما بقاتش ديك البنيته الصغيرة اللي شافوها أول مرة. قدمت تحية وسط صمت بارد وكل شي كيشوف فيها ومصدوم وكيسول شكون هادي. وأكثر واحد كان حاير هو حسام، شكون هي وشنو علاقتها بباه وامو؟ بقات واقفة على رجليها، طلعت وجهها في التصويرة اللي معلقة الفوق. نسخة من الصورة كاينة في اللوحة اللي كاينة في المغرب وحدة في الولايات واللي فيها أباها وأمها. الراجل الثالث
هو سبب خراب حياتها. وعلى ودو نات هاد القيامة، وعلى ودو ضاعت 20 عام من عمرها باش توقف قدامه 20 دقيقة باش توصل ليه ميساج من عند موت امها. حضرت عينيها وتنفسات، تقدمت سلمى وبسها في جبهتها، وفؤاد نطق: نور الهدى واجدة. نور الهدى صدت مزيان ونطقت بكل ثقة: واجدة. حسام، حتى واحد ما يتحرك من هنا حتى تقولوا لينا شنو واقع، واش علاقتكم بهاد البنت؟ فؤاد ماشي وقته، تعطلنا اصلا. حسام بالغواس: فؤاد. سلمى: حسام بليز خلي هاد الليله دوز على خير، انت عارف ماشي سهل تعطل. تعطل حفل جورياد ما معاش اللعب، عامو باك كيجري بين المغرب والولايات، وخدم قاع النفوذ ديالو قاع العلاقات ديالو باش يقنع واحد يرجع يسير فرقة رقص البحرية بجغ، ويدخل بنت مبتدئة تأدي دور رئيسي في الفرقة. ماشي ساهل كيف كتخمم. خلي هاد الشي حتى يسالي الحفل، وغادي نجاوبوا على الأسئلة ديالكم. تحركوا كاملين وحسام عينو عليها وهو كيفكر هدرتها. فلاش باك: نور الهدى: اصلا ما خسرت والو، اما نمشي بحالي فما بقى قد ما فات 6 شهور ونمشي غير ارتاح. الا كنتي خايف نتابعك ونشد فيك باش تزوجني ولا نشوهك في الصحافة العالمية، غير نعس مع جنب الراحة واعتبرها كادو. رجع للواقع وهو كيحلل هدرتها وكيشوف فيها، حيت كانت جالسه بين باه وامه بحال الامانه، وهو ما فهمش سر هاد الاهتمام كله بها وهاد الشي كله اللي داروه عليها باه ماشي طبيعي مع من طاح. وصلوا، دخلت هي وسلمى وفؤاد للكواليس من اللور، لقات كل شي لابس وكيتسنى. سلموا عليها حيت جات من هادي 6 شهور باش تبدا معاهم التدريبات الجماعية. وفؤاد وسلمى اللي جابوها وجابوا خبار شنو وقع مع حسام، ولكن هما سكتوا حتى يدوز الصعيب عاد يجلسوا في الطبلة. تقدمت وبدات كتدرب، داروا ليها لمسات الاخيره، والمدرب كان راضي على الاداء ديالها حيت تدربات على يد خبيره ديال البالي. جا واحد كيجري كيعلن على البداية الافتتاحية واللي غادي ترقص فيها مع المجموعة. دخلت كترعد، رقصات مع المجموعة رقصة افتتاحية واللي دازت في 4 ساعة، واللي رقصات فيها نور الهدى باحترافية كبيرة. دخلت دغيا كتجري مع المجموعة باش تبدل. في الجهة الأخرى كان جالس كل من فؤاد وسلمى وحسام وهند ومراد وريم. حسام بقى مصدوم من البراعة ديالها في الرقص البالي، ما كانش كيتوقعوا. بدا كيتذكر كيفاش كانت واقفه في الصاله ديال الماكله وهي كتشوف الصوره اللي في ظهره، وحتى الوقفه ديالها ماشي ديال بنت عاديه. بقى كيفكر حتى نزل الصمت على كل في القاعه وهما كيشوفوا واحد داخل بكل وقار وشيب ضارب في راسو. تقدم ألقى التحية عليهم: الرئيس الإشرافي للفرقة الموسيقية وفي نفس الوقت رئيس الفرقة البحرية البجغ، واللي غادي يأديها من بعد ما اعتزل، ولكن بطلب من المجموعة ومن الشخصيات قبل ما يأدي، وتكون هذه هي الاخرى. ما عرفش علاش طلبوه يرجع وهو 20 من هادي باش اعتزل الوسط ومشى بحاله. من بعد داكشي اللي وقع عليه مع نورة، وقف في صمت باش يلقي التحية. غير دور عينيه على الجمهور، غير شافهم ولا صفار. صافي عرفش ارجعوا المنصة، ما كانش بمحض الصدفة وانما جهة اللي رجعته كانت جالسة قدامه. لبسات وتقادات، صيبوا ليها مكياج. الباجقة البيضاء هذا هو الدور ديالها، الدور الرئيسي واللي كان الحلم ديال الام ديالها وما تحققش. تقدمت مع الفرقة ديالها والاضواء المسرح كانت كلها نازلة حتى تقدم تحت وقع الموسيقى. كتأذن بداية قصة حزينة للبحرية البجغ اللي كلها كتكون من دموع، واللي كتبها كاتب روسي كيعبر فيها على قصة حب خيالية، ولكن هي ما كتملك لا حب لا أحلام لا خيال، مجرد ألم في القلب وألم في الأقدام اللي تعطبات بسبب أحلام شخص آخر مات وشبع موت وخلاها معذبة. دابا هي ديك البجغة اللي كانت محكومة بسحر امها 20 عام، وهاد اللحظة هي اللحظة اللي غادي تتحرر من داك الحبس اللي كان مفروض عليها وتحرر من حلم ما كانش حلمها. تقدمت وسط الراقصات البجغ
وهي كتحس بكرشها كتلويها، ولكن ماشي وقتها دابا. تقدمات وبدات كترقص رقصة اللي كتعبر على حزنها، حيت سحرات من طرف الساحر اللي حولها، البجغة في النهار والفتاة في الليل، واللي خلى امها كتبكي حتى عمرات البحيرة بالدموع عليها. بدات كتأدي وكترقص وهي كلها مرفوعة، حتى لواحد اللحظة سمعت شهقة في طرف بعيد من الجمهور، وكل شيء وقف في دقة وحدة. أما هداك اللي كان كيعزف طاحت العصا من يديه وهو كيشوف فيها مصدوم. أما هو فما صبرش، طار كيجري لعندها كين حيت كانت كترقص وهي مرفوعة وبين فخادها دايزين بالدم وهي ما حساس. بقات كتشطح وكتشوف حسام كيجري جهتها وهي كتضحك. ياه النبوءة تحققات. كنت هازة الهم لهاد النص الاخر ديال القصة ديال الامير اللي غادي يجي ويهرس اللعنة السحر عليها. ها هو جاي، يلا شدها. وغيبات في شومبر في السبيطار جلسوا كاملين، ومنهم رئيس الفرقة اللي كان مصدوم من البنت، بنت نورة. جلس كل من فؤاد وسلمى وخالد رئيس الفرقة وحسام وخوتو كلهم كيتسناو يشرحوا ليهم شنو وقع. سلمى: كنت انا وفؤاد واختي نورة. اختي نورة من لحمي ودمي. وسعيد بابا نور الهدى. وخالد صحاب في المغرب وكنتومي كنا الاسر غنية، وبحكم اننا كنتميو لعائلات الفن فكنا كندرسوا الفن في المعهد الفن. وهكا كل واحد اختار التخصص ديالو. انا ونورا الرقص ديال البالي، وسعيد البيانو، اما خالد فهو الكمان، وفؤاد حتى هو البيانو. كلنا كنا كنمتلكوا موهبة وقررنا غير بالضحك نصيفطو الجوليادار ارقى جامعة فن دي في العالم في الولايات. الجميل في جوليادار هو انك ما كنتيش كتقبل على حسب فلوسك، وانما على حسب الموهبة ديالك. فؤاد قدمنا فيها وحنا غير ضاحكين وماشي غير حنا. كنا خارجين واحد الخرجة وبقينا كنهضروا هكا حتى قال لينا واحد نقدموا على جوليا دار. بقينا كنضحكوا عليه وكنقولوا ليه واش من نيتك من المغرب للولايات كي درتي ليها، هذه هي الحريق بالفن. بقينا كنضحكوا حتى قال لينا واحد راه كاين نصيفطوا ليهم رسالة ونشوفوا فين تخرج. كتبنا رسالة وصيفطناها ونسيناها كاع واش كانت. خالد حتى داز شهرين وصيفطوا لينا كيردوا علينا وكيقولوا لينا راه غادي يجيو يشوفوا مدرستنا ويشوفوا الا كنا كنستحقوا يديونا. ما صدقناش كاع واش بصح حتى جاو وفعلا تهزينا حنا 5 من اصل 20، وكنا حنا وفؤاد وسلمى ونورا وسعيد وانا. سلمى مشينا لجوليا دار، مشينا للنجومية وتحقيق الاحلام، وكانت من اجمل الرحلات ليا. درنا 5 مغاربة كسروا الطوق وقدروا يدخلوا جوليا دار ويحققوا احلامهم. بدينا الدراسه تما والخدمه والفن. ولكن نورا كانت باغا ترقص رقصة بحرية باجغ باش تختم المشوار ديالها، ولكن اللي كانت مخبيه على كل شيء هو انها كانت مريضة من رجليها وكانوا ضعاف ما يقدروش يتحملوا. ولكن هي ما تسوقاتش، كان قلبها قاصح. تما عرفنا ان نورا انانية حيت ما فكراتش في سعيد وفي صفحتها، فكرت غير في تحقيق حلمها وبالنجومية والعالمية، وما حسبت حساب لحتى شي واحد. وهكا حتى حد ما جاب خبار بلا الا بقات كترقص غادي تزحف من رجليها. خالد كنت ديما مشد معاها وما كنتش كنبغي نعطيها الدور الرئيسي، ماشي حيت ما كنحملهاش كيف ما كتخيلوا نتوما، بالعكس حيت كنت كنبغيها. ما كنتش باغي نعطيها الدور حيت بالصدفه اكتشف انها غير كتزيد ترقص صافي غادي تزحف في مره. وهكا قطعت عليها الرقص وقطعت عليها ترقص رقصه الاخرى. فلاش باك في مسرح التدريب: خالد شوف يا نورا، اللي غادي نطولوا معاك غادي نقصروه. الرقص ما غاديش ترقصي، والدور الرئيسي البحرية باجغ ما غاديش نعطيه لك، واخا نعرف نوقف الرقصة كاملة ما غاديش نخليك تلعبيه. نورا الا ما خليتينيش غادي ندير لك العصا في الرويضة. خالد اللي في جهدك ديريه. نورا عارفك ما عمرك ما حملتي وبغيتي غير تلقى الفرصة باش تشري عليا حيت ما عطيتكش وجه وفضلت سعيد عليك. خالد قولي اللي عجبك، انا اللي عندي راك سمعتيه، وهاد الدور ما تحلميش به وعمرو يكون ليك. نورا هاد الدور غادي نأديه، ولا ما أديشوش انا كاين اللي غادي يأديه عليا، سواء طال الزمان ولا قصار الحاضر. سلمى رجعنا للمغرب ورجعت هي وسعيد وحنا
كنا مزوجين ديك الساعه، كان عندي حسام وهند. حيت انا غير ملي عرفت راسي حملت بحسام اعتزلت الرقص، وفؤاد اعتزل حتى هو، وانطلق يأسس راسو باش يقدر يهزني انا وولدي. اما هي ما اعتزلاتش، وسعيد ما قدرش يعتزل بسببها، ولكن ما تخلاش عليها حيت كان كيبغيها. حتى وقعت الواقعه وتما فين رجعنا للمغرب. غير دخلنا مات سعيد وهي شدات لابارتمون، وكانت ديك الساعة حاملة بنور الهدى وانحسلت على العالم. قررنا نوقفوا في جنبها، ولكن هي ما خلاتنا. اخر ايامها زحفات ودرنا ليها خدامه اللي تقابلها، وفي نفس الوقت تقابل نور الهدى اللي غير دارت 17 عام مات نوره، وجبنا نور الهدى لعندنا. حسام وكيفاش جبتوها خدامه عندكم وهي بنت اختك؟ فؤاد ما تحكمش علينا قبل ما تعرف شنو وقع. حسام ما بغيت نسمع منكم والو، واخا تعاودوا ليا ما غاديش نسامحكم، لانه مهما وقع اللي وقع وقع، وما غاديش تردوا بنت من لحمكم ودمكم خدامه. يلا بغا يتحرك وهو يجي الطبيب، وقفوا كاملين كي تسناو منه اش غادي يقول. الطبيب مع الاسف البنت كرات الدق بزاف، البنت زحفات من رجليها، وهاد الزحف جا نتيجة الحمل اللي كانت حاملة به هادي 6 شهور اللي فاتوا. تقل ديال الحمل تقل ليها على رجليها اللي اصلا كانوا مهدودين بالزحف. اثر عليها وزحفات، واخا جهضات ولكن ما بقى عنده حتى معنى. كلهم تصدموا من هدرته، واولهم حسام. ما كانش كيتوقع داك الشيء اللي وقع غادي يخرج بهذا الشكل. بقات سلمى كتبكي وحسام خنزر فيهم. ما غاديش نسامحكم ابدا، نتوما السبب. هاد الشيء كله اللي وقع. سطح فيهم وخرج ومشى لجهة الشومبر ديالها. يلا حل الباب لقاها عاطيه بالظهر وكتشوف في الشرجم بجمود. شد الكرسي وجلس في واحد القنص كيشوف فيها بحزن. اللي بداو هما كملوا هو. الماضي ينادي لكل أم حالية ومستقبلية: لا تحاولي تحقيق أحلامك من أجل أبنائك. ماما ماما. نورا اش بغيتي حبيبة ديال ماما؟ نور الهدى: بغيت نعزف البيانو بحال بابا. نورا: لا حبيبتي، لي برانسيس ما كيعزفوش البيانو، لي برانسيس كيشطحوا البالي بحالي. ما بغيتيش تكوني برانسيس بحالي؟ نور الهدى: وماماتي راك كيضروني رجليا بزاف، وخصوصا سبعاني. نورا: حتى انا كنت بحالك في الاول ولكن ولفت. ماما ماما عافاك بركة عييت. نورا: سكتي، يحرق والديك الكلبة، والله ما تعلمي توقفي على رجليك لا خرجتي من هاد البيت. نور الهدى: فيا الجوع عافاك غير ناكل ونوقف من هنا للغدا. نور الهدى: حرام النعمة ما تطيحش في كرشك حتى تعلمي توقفي. حتى تعلمي توقفي على رجليك. وزيدون غليظه خاصك تضعفي، عمرك ما غادي توقفي على صباعك الا بقيتي كتاكلي كالهيشه. نور الهدى بقات كتبكي. ياك رحميني، ياك حرماني من الحلوى ومن لي غاطو ومن كل شيء، ياك كناكل غير الشلاضه والماء وحتى الخبز ما شبعاش في كرشي. نورا: وهكا غادي تبقاي حياتك كامله. ضروري خاصني نبقى على واحد الوزن باش نقدر نوقف على صباحي. هكا دزت حياتي في لابارتومون بين 4 ديال الحيوط، لا تلفازه لا خروج. والنهار كنخرج عند الطبيب كيفحص ليا رجليا وكيدير ليا شويه ديال الترويج باش نقدر نخدم بيهم. نورا كانت كتهمل كل شيء الا رجليا اللي كانت كتهلا فيهم، حيت هما اللي غادي يحققوا ليها الهدف. عمرها جلسات وفكرت انني نقدر نزحف بحالها، ولكن هي علاش غادي تفكر مادام ماشي هي اللي غادي تزحف؟ او بمعنى انها هي حياة راسها منين خلاتني انا. هكا داز عمري شلاضه والماء والعصا والوقوف على صباع رجلين والتدريب ليل ونهار مع السيمفوريات نورا: الحزينه. نوضي تقعدي انتي شفتك خمرتي. نور الهدى: عافاك اما غير شويه، ما نعسنا حتى الجوج ديال الليل بسبب التدريب، وها دابا 5 ديال الصباح. نورا: نوضي على ايامك، انا كنت كنعس غير ساعه. نور الهدى: يحرق بو هاد البالي اللي خلى لي حياتي بحال هكا. نورا سقلاتها: دين امك الكلبه، ولدتك على هاد السبب. اما انتي حياتك ما عندها حتى معنى، انتي تولدتي باش توصلي لجوليارد وترقصي في جوليارد، هذا هو الدور ديالك. نور الهدى: حرام عليك ماما، واش هذا ما نسوى عندك؟ نورا: الا حققتي ليا حلمي انتي بنتي حبيبتي، ولا فشلتي ما انتي بنتي، ما انا كنعرفك كتفهميني. يلا تحركي. طلوع النزول طلوع النزول. هذه هي حياتي، ساعات طويلة يد في الحديدة وواقفة على صباع رجليا اللي ما بقاتش كنقدر نحس بيهم. هذا ماشي حلمي، كتصدقوا؟ هذا حلم ديال ماما العزيزة حيت فشلات في جوليارد،
وبغات تحقق الحلم ديالها فيا انا مجرد اداه جات تخدم واحد الهدف، ومن بعد ما يبقى عندها حتى معنى. اداه الام ديالها اللي ماتت، ومع ذلك ما ماتش الحلم ديالها، خلاتني كنكمل المشوار تحت عينين واحد اخرين. وملي نوصل للهدف ونحققه، ديك الساعة ما يبقى عندي حتى دور ولا معنى. 20 عام من عمري تحكمت بين جوج. في لحظة غضب هو رفضها وهي تحداتو، وهكا مشيت انا في الرجلين. لغاتني ولغات شخصيتي باش تعيش حلمها وشخصيتها. كتستغربوا كيفاش كنهضر عليها بحال الا كنكرهها. ما كنكرهاش، ولكن كنكرهها حيت نكرات الوجود ديالي ولغات شخصيتي. شوفتني الويل في حياتي دول الامهات الاخرين اللي كيبغيو بناتهم وكيحنوا فيهم. انا الام ديالي كانت كتفيقني قبل الفجر وتخليني النهار كامل بالجوع حتى يقرب المغرب، عاد تعطيني كاس ديال الماء وشلاضه. اما حتى القرايه ما قراتنيش، فقط علمتني اللغات باش ما نتسماش اميه. علمتني داكشي اللي غادي يخدم الهدف ديالها، عايشه وميته، عايشه كجسد وميته كروح. اما الخروج فكان لعند الطبيب ديال الرجلين اللي شحال نبهها انني غادي نزحف الا بقيت هكا، ولكن هي ما مهتماش مادام انا اللي غادي نزحف ماشي هي. وفعلا في الاخير انا زحفت، ولكن الشيء الوحيد اللي فرحت ليه انا حلمها واخا تحقق، ولكن ماشي بالطريقه اللي بغات. ربي انتقم منها بطريقه غريبه. واخيرا غادي نعس. بقى جالس كيشوف فيها وكيرجع الكلام اللي دار بيناتهم وهو معصب، حيت عاد فهم وعرف علاش كانت ممسوقاش لداك الشيء اللي وقع ليها، واللي زاد كمل عليه الحمل اللي حملات وهزاتو 6 ديال الشهور، وفي الاخير طاح. كان غادي يكون اب، ولكن هي حرمته من داك الاحساس. ووالديه حتى هما مشاركين وعارفين شنو كاين. تهز خرج عندهم وهو معصب منهم، كيفاش ما قدروش يوقفوا ويفكروا واخا غير شويه. ضيعوا حياه بنت من دمهم ولحمهم. فؤاد حنا غلطنا، سلمى حنا غلطنا، ولكن اش كان بيدينا نديرو؟ الا البنت صافي تبرمجات على هدف نورا قبل ما تموت. رضت البنت بحال شي روبو. حسام عاد الدخله ديال الباب روبو. وكملتوا نتوما داكشي لا باقي؟ كنتوا عارفين باللي حامله ومع ذلك خليتوها تكمل وما حنيتوش فيها وما حنيتوش في ولدي. فؤاد حنا ما كناش عارفين، تصدمنا بحالك من اللي قالها الطبيب. حسام انا اللي جهني كانت وسط منا 5 سنين، وكل شي كيجلس في الطبلة ديال الماكله، كياكل وكيضحك وهي واقفه قدامكم مدلوله وعارفاكم وعارفينها ومع ذلك ساكتين. فؤاد ما تظلمناش، حنا فجأة أول مرة هدرنا معاها وقلنا ليها حبسي وعيشي حياتك ونسي اللي فات. رفضات تحبس ورفضات تنسى، بحال لا كانت كتنتحر ولكن بشكل بطيء. عينا معاها وقلنا ليها هالشومبر ديالك، ما قبلاتش وطلبات تنفذ الوصيه بالحرف الواحد ديال امها كانت كتوصي انها ردوها خدامة وتكمل على التدريب ديالها، وهذا الشيء كامل باش ما تشوفش الدنيا وتشوف البنات كي عايشين وتنسى الهدف ديالها. هكا خدمتها في القصر كان بشكل رمزي فقط، ومعظم وقتها في التدريب. سلمى شوفا ولدي ما ظلمناهاش، درنا فوق طاقتنا وفوق جهدنا، وصينا رئيس الخدم يوفر ليها كل شيء وما يهدرش معاها حتى شي واحد، دير اللي بغات وتمشي فين ما بغات. لكن مع الاسف البنت شحنات. نهار كنسمعوها كتخرج كنفرحوا، ولكن ملي كنعرفوها مشات عند الطبيب ديال الرجلين ورجعات كنتحبطوا. صافي تما عرفنا نور الهدى ضاعت ولات غير جثه بلا روح. بقى كيشوف فيهم معصب ومنفز، يا ريتو عرفها من قبل ما كانش غادي يخليها هكاك، وكان غادي يدير المستحيل باش ما توصلش لهذا الشيء اللي وصلت ليه دابا. تهز تحرك من حداهم، دوز الخط مكالمة وتحرك الجهة ديال الشومبر ديالها. دخل تقدم جهتها، حيد الغطاء لقاها مازال كتشوف في الجاج، لوى عليها منطقة خفيفة وهزها. فؤاد وسلمى سمعوا حسام هز نور لهداها ونزلوا تلقاو ليه وسط الطريق. فؤاد فين غادي بالبنت؟ ما كتشوفش، كنتسناو الطبيب ديال العظام نشوفوا اش من حل نديروه ليها. حسام رفعوا يديكم عليها، كون بغيتو ديرو كون درتو شحال هادي،
ماشي حتى فات الفوت ووصلت لهاد الحالة وانا كملت عليها. دابا ما بقات لا كتعرفكم ولا كتعرفوها، انا اللي غادي نتحمل مسؤوليتها. سطح فيهم وزاد، حطها اللور ودار ليها السنطة، داز على دارو، هز حوايجو وشد الطريق سافر. مع الساعات الاولى ديال الفجر وصل لواحد الفيلا جات حدا البحر، القصيدة اللي داير معاها الصديقة ديالو، هي الطبيبة ديال الترويض اللعابة ديال الفرقة ديالو، خدمتها الرجلين، طبيبزة وصميمرة وضحوكية، سميتها سامانتا وكتموت على التيتيز والتقشاب. هي وحسام سمن على عسل. حسام الكبيدة ديالي من وصيكش، سامانتا اول مرة كنشوف كتجيب فيكتيم حتى لهاد القنت اش واقع. حسام سامانتا هادي ماشي فيكتيم، هادي بنت خالتي. حتى من بعد نعاود لك، محتاجك دابا ديري شي معجزة باش تقدر تعاود تمشي. وقفات على راسها كتشوف فيها، حيدت الكشة وهي تعري ليها رجليها وهي تشهق. سامانتا فين كان هادو عقلهم؟ واش ما كانوش كيوكلوها النعمة؟ حسام المهم حسب المعلومات اللي عندي، عمر اللحم والدجاج والحوت طاحوا في كرشها، غير شلاضة والما، حيت كانت كترقص البالي. سامانتا صافي صافي ستوب، ما تقوليش هاد النوع ديال راقصات البالي وعارضات الازياء هذا هو المصير ديالهم. من بعد سنة سامانتا واش ما ناويش تخرجي من لابيسين؟ وليتي كي الجرانة نور الهدى، تفرقي مني اخنشة ديال البطاطا، اميرين دينا مقلوبة. سامانتا شوف عود الند ولا كيهضر. نور الهدى بزاف عليك، عود الند راه كنوزن دابا 60 كيلو باللي فيها فمك يا الطبوزه. سامانتا كون ما كنتش كنرفس ليك الخبز والحليب وكندفع لك الدجاج واللحم، كون كاع ما توليش دحشه. نور الهدى انتي الحب. حسام شكون الحب؟ غير شافتو وهي تخشفقه على بيسين، هكا حالها ملي بدات كتوعى على الدنيا. في الاول غبر عليهم شي 6 ديال الشهور باش يدير الجوله ديالو، خلاها غير مع سامانتا اللي عملاتها بحال شي بابا صغير. نهار وما طال الماكله والترويض والضحك حتى شدات في صحتها وقدرت تمشى. من بعد ما فقدت الامل في مره، غير رجع تصدم فيها حيت تبدلت بزاف على الاول، ومن تما ولا كيجي على غفله. ولكن هي ديما هربانه ومخبيه، كتحشم منه وما كتبغيش تشوفه، خصوصا ملي تفكرات ديك الليله بقات راسخه ليها في الذهن ديالها. اما هو ولا كيكثر من المجيات ديالو، واخا الطريق بعيده ولكن ما كانش كيتسوق، وفي نفس الوقت كان بعدها على عينين الصحافه. حسام غير غليها دابا طلع. سامانتا سير الله يجيبك على خير، راه ولات كتنعس تما. انا بعدا ملي ما كتبغيش ليا شي حاجه هكا كدير. كنشحف وكنمشي ونخليها. حسام مالنا على هاد كسكسو المحكوك، قلع حوايجو كاملين وتلاح. سامانتا بحاليلا قراتها، تحركت من تما نزل عندها، غير شافتو بغات تبدا تهرب حتى كوانساها، ولكن عوض ما يطلعها شقمها وشدها من شنايفها كيبوسها. منساش ديك الليله وتمناها تعاود. طلعها للفوق كتافو كتغوت حتى حطها فوق الرولاكس، بدا كيتقرب ليها وهي حشمانه. محدو كيقرب وهي كتذكر كيفاش في الاواخر ولا كيفكر فيها بزاف من داكشي اللي وقع في المسرح. من تما ولا مشدود ليها، خصوصا ملي كان كيجري جهتها وهي كتشوف فيه فرحانه حيت جاي عندها بحاليلا، جاي عندها حبيبها. بقى كيقرب حتى خوات به وهربت للشومبر ديالها. من بعد اسبوع قرر حسام يرجعوا للمغرب باش يشوفوا نور الهدى، حيت عياو فيه يشوفوها، ولكن هو رفض عقابا لهم. حتى ولات مزيان وباخر، عاد قرر يرجعها ليهم. شدوا الطريق المغرب، ولكن نور الهدى راجعه بنفسيه مزيانه ومرتاحه، حيت سامانتا لعبت دور كبير في العلاج ديالها وعاودت ليها على حياتها وخلاتها تشوف الحياه بمنظور جديد، وبينت ليها باللي الدنيا ما غادياش توقف عند ديك النقطه اللي تحطمات فيها، وباقي عندها بزاف ديال الفرص تبدا من جديد مادام ها كتنفس. دازو على اسبانيا، تما نزلوا ونور الهدى ما فاهمه والو، وتما حسام زيرها باش توافق على الزواج، رفضات ليه. مشات
طرطق ليه مرارته، ولكن هو ما رجع للمغرب حتى خدا الموافقه ديالها، حيت كان متاكد بلا كتبغيه وما حقدتش عليه على داك الشيء اللي وقع، حيت كانت عارفه بلي داك الشيء وقع بلا رجعوا خاطرو. للمغرب وما مشاو عند سلمى وفؤاد حتى تزوجوا، عاد مشاو عندهم في المطبخ. حسنة والله هي اللي صدقات ليها، كانت خدامة حتى ولات وحدة من مالين الدار. دابا شتي البنات علاش قادين، غير دخلت عنده ليلة ها وحدة. هو جابتو على زنافرو. سناء، حسنا انتي غير كتهضري وما عارفه والو، هذيك اللي كتقولي عليها هكا راها بنت خالتو. حسنا، وسيروا ضحكوا على الناس بهاد الهضره، حيت ما رضاش يقولوا الناس عليهم راه ولدهم دا خدامه. سناء، اللهم طويلك يا روح، انا ما بقيتش غادي نزيد معاك الهضره، وحمدي الله راه دخلات وتبدلوا بزاف ديال الحوايج، وبسببها طوب لينا الصالير ديالنا وخففت علينا الخدمه، ولاو عندنا عطل بزاف وما بقيناش كنوقفوا قدام الطابله ديال الماكله، ولينا كناكلو حتى حنا نفس الماكله، ودوك اللي كبروا في العمر كلهم صيفطاتهم الحج، وحنا اللي باقيين صغار صيفطات هنا والدينا. باش تعرفيها باللي بنت مزيانه، وملي كانت خدامه معانا راه كانت كتشوف العذاب اللي كندوزو فيه. حسنا، انا ما قلت والو، انا قلت غير ملي داوها خدامه علاش ما يعترفوش بلا ولدهم بغا خدامه. رئيس الخدم من مور ظهرها، حيت هي اصلا عمرها ما كانت خدامه، وهي بنت خت مولات الدار. احسنا، وما تحطيش راسك براسها وانتي اكتر وحده. تهلاص فيها كتر من كل شيء، وعتقاتك من شي حاجة خايبة كانت غادي توقع عليك. خاصك تحمدي الله وتبوسي يديها ورجليها، وراها عطاتك هاد الظرف وعطاتك حق 3 سنوات تمشي تكملي قرايتك وما تضيعيش، وملي تكملي غادي ترجعي تخدمي، ولكن ماشي خدامة، غادي تخدمي بمنصب يليق بقرايتك. قوليها غير زوينة، حنات راسها وندمات وفرحت بزاف حيت غادي تكمل قرايتها من بعد شهرين في الولايات على نفس الفيلا. حسام، نور الهدى. نور الهدى، حسام شحال نولدو من وليدات؟ نور الهدى، انا بغيت 2. حسام، انا بغيت نور 4. الهدى، انت غير جالس وكتحط العادات صافي، انا نحمل ب2 وانت ب2. حسام، هانا نوري لامك نحمل ب2. هاد الهماجه كلها وهاد الزروطه اللي سبقاني القدام ما بانتش ليك؟ انا نوض نوري لطاسيلتك. نور الهدى، كنضحك ولا ماشي هكا كيف ما فهمتي؟ شدها. كيفاش؟ نور الهدى، هو دابا ملي انا نكون حامله تكون انت كترضع وتخرج. حسام، نوضي ولا نهرسك داكشي اللي بقى ليا. نور الهدى، وراه انت اللي بغيتي الولاد. حسام، غتولديهم ورجليك فوق راس. نور الهدى بقات كضحك. اجي نقول لك، قرب ليها وقربات ليه، زاد قرب ليها وزاد تقربات ليه. يلاه بغى يشلقم فمها وهي تشلقم ليه نيفو، خلاتو يحسب النجوم وجاتو الدوخه. يلاه جا بغى يشدها وهو يعطس، وهي علقات عليه. وانتوما كتسناو بوسه، نوضوا الله يمسخكم. وهكا كيف العاده مشات حجي. بلاتي راه تبعها وشدها في الدوره من واد الواد. والله يحرق جدك يا الخنزه، بلاتي يا المصيبه راه باغي يبوس. بلاتي تا انا مشات مع ولاد الجواد. كانت هذه هي النهايه ديال قصتنا. نتمنى تكون هاد القصه نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم القصه ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الاشتراك باش توصلوا بكل جديد، وديروا جيم وكومنتر وتبارطاجيو القناه باش العائله ديالنا تزيد تكبر، فضلا وليس امرا.